في زمن بعيد كان هناك نبي كريم هو إبراهيم عليه السلام. رزقه الله بولد من امرأته هاجر فسماه إسماعيل. أمر إبراهيم عليه السلام ذات يوم من الله أن يأخذ هاجر وابنه إسماعيل إلى واد غير ذي زرع ليتركهم هناك. برغم ما يبدو من قسوة الوضع كان هذا امتثالا لأمر الله. ظلت هاجر مع ابنها إسماعيل في ذلك المكان ونفد منها الماء والطعام، فأصبحت فيضائقة شديدة وبحثت عن الماء بين جبل الصفا والمروة. كانت تركض بينهما 7 مرات حتى رأى الله منها الإخلاص والثقة في رحمته، فنبع ماء زمزم بواسطة جبريل عليه السلام وأنقذهم الله بماء مباركة. كبر إسماعيل في هذا الوادي ورزقه الله الشجاعة والحكمة. عندما بلغ إسماعيل سن الشباب رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أن الله يطلب منه أن يذبح ابنه إسماعيل كاختبار لإيمانه. رغم صعوبة هذا الامتحان قبل إسماعيل بالأمر طائعا لله واستعدادا للتضحية بحياته لأجله. في اللحظة الحاسمة افتدى الله إسماعيل بذبح عظيم، وهو كبش أرسل من السماء ليكون ذلك رمزا على قوة الإيمان وجائزة للطاعة. عاد إسماعيل إلى حياته وبن بمشاركة والده الكعبة المشرفة لتكون بيتا لله ترفع فيه شعائر العبادة. قصة إسماعيل عليه السلام هي قصة إيمان وطاعة لله تظهر لنا كيف يكون التسليم الكامل لله مفتاحا للخير والبركة في الحياة.